لكن العاشر من رمضان والنجاح اللي تحقق من جانب مصر، شعب حرم نفسه وصمد عشان يبني بلده، عشان ينتصر وانتصر. واحنا دلوقتي بنعمل ده عشان ننتصر. اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا ان في فصيل، انا قلتها امبارح لرجال الاعلام من الصحافة، في فصيل ما يعرفش ربنا مستعد يهد الدولة المصرية، مستعد يهد الدولة المصرية وبيعمل على كده وبيعتقد ان ده حرب مقدسة. اوعوا تنسوا يا مصريين. بس انا مش ناسي، انا مش ناسي، وارجو ان احنا كمان كلنا ما ننساش. خلي بالكم، خلي بالكم، النهارده بيستخدم الدين كأداة لتدمير الدول. كان قبل كده العدو من بره فانت شايفه وكل الشعب بيقف عشان يواجهه. بقى في أمكر من كده، بقى في أخبث من كده. بقى عشان نبقى احنا هنا الممانعة، قدرتنا على الصمود تبقى مهزوزة. ليه؟ يا ترى مين الصح ومين الغلط؟ مين الصح ومين الغلط؟ دول بيقولوا لا إله إلا الله. فالدين استخدم أو بيستخدم الآن لتدمير الدول. بصوا كويس، وأنا لما بقول الكلام دوت بفكر نفسي، بفكر كل مصري مسؤول قادر وغير قادر. بصوا كويس، شوفوا ايه اللي بيحصل في دول شقيقة لينا، بتتهد وبتتقسم باسم الدين. طب ممكن ده يحصل مع مصر؟ لا والله مش هيحصل مع مصر. زي ما انا شايفكم كده وزي ما انا بتكلم معاكم كده، باذن الله، باذن الله وحده، ان ربنا ما يرضاش ابدا بالظلم والفساد. الافساد في الارض ما يرضاش بيه ربنا، واحنا ان شاء الله لن نظلم ولن نكون مفسدين في الارض. بالعكس، احنا هنسعى باذن الله لكل عمل اصلاح وعداله في الارض. من فضلكم خلوا بالكم معايا من بلدنا مصر. محدش ان شاء الله ابدا هيقدر يقرب لها، لازم تكونوا واثقين من كده. وانا برضو قلت قبل كده ان مصر لا، مصر لا ان شاء الله. في جيش وفي شعب عنده وعي وعنده صلابة وعنده حضارة وعنده تاريخ، ودايما كان ربنا بيخليه الشعب والدولة اللي تحمي ده، تحمي وتحافظ. وإن شاء الله الدولة المصرية هتحمي وهتحافظ. أنا حذرت من أكتر من سنة إن هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا والإرهاب هينتشر في المنطقة، وإحنا شايفين الدنيا رايحة فين. وبقول برضو لكل اللي بيسمعني، اوعوا تتصوروا إن ده هيبقى على قد المنطقة بس. لا، هيبقى على قد المنطقة والدنيا. يعني الكلام ده يهم مش بس المجتمع العربي، لا، يهم المجتمع الدولي كله. يعني يهم الامريكان، يهم الروس، يهم الصين، يهم الاوروبيين. انتبهوا لما يحدث في المنطقة. هذه المنطقة يتم تدميرها الآن بمنتهى الوضوح كده. بيتم تدمير المنطقة دي دلوقتي.
وده المفروض احنا ما نسمحش بيه. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله هيبقى دايما بكرة أحسن بفضل من الله. الغد أفضل إن شاء الله. ليه؟ بالمخلصين، بالشرفاء، بالمؤمنين بقضيتهم، بصمود وإرادة الشعب المصري. كل عام وحضراتكم بخير، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.